تاني وادي التين الشوكي ما شاء الله يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم طريقة زراعة كفوف التين وازاي ينتج معانا وازاي ما يديش نموات خضرية فقط ويدي نموات زهرية ايضا. كل اللي احنا محتاجينه اي كف تين شوكي، طبعا يكون من شجر منتج افضل حاجة، والتربة لو تربة رملية صحراوية يبقى افضل طبعا، اي تربة يصلح فيها. لكن لو هنزرعه في تربة طينية يبقى لازم التعطيش مهم جدا وما يترويش باستمرار. هي مرة كل شهر فقط كفاية، لانه ما بيحبش الري، لان لو ادينا له مية هيدينا نموات خضرية فقط، مش هيدينا اي نموات زهرية او مش هيدينا زهر بمعنى اصح. بعد كده بنجيب التربة زي ما انتم شايفين اهو وبنحطها، يعني شايفين يعني حاجات بسيطة بس اللي بتبقى تحت. ونتابع معانا طبعا الري مهم جدا. اول مرة هنملى نحاول التربة كلها تتبل ويوصل لها المية، وبعد كده نستنى شهر بين كل ري والتانية. لو احنا نزرع في قصيص يفضل وضعه في مكان شمس شديدة، عشان لانه بيحب الشمس الشديدة. وادي المية معانا اهو، وهنتابع ان شاء الله واحدة واحدة ونوريكم بعد ما يطلع ازهار باذن الله. شايفين بنملى له المية ازاي؟ ان شاء الله تابعونا لنهاية الفيديو وهنشوف كل حاجة. تابعونا. رجعنا لكم تاني وادي التين الشوكي ما شاء الله. يعني اهم حاجة في الموضوع ده كله التربة، يعني ما لا يفضل انها تكون خصبة قوي، لكن كمان الري يعني لو تربة رملية افضل تربة. كمان عدم الاهتمام بيه، يعني لو عالي مش هتفرق الري. يعني لو احنا زرعين في قصيص يفضل كل شهر نروي شجرة التين بتاعتنا. هو ما بيحتاجش عناية قوي ولا بيحتاج اي حاجة يعني اسمدة والحاجات دي كلها، مش زي الزرع التاني ده صباريات. لو محتاجين اي حاجة ان شاء الله سيبوا لنا كومنت وان شاء الله نقدر نرد عليكم. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، وشكرا لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.